السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني أنا شيماء ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها. بس قبل ما نبدأ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة صغير شوية لأني لقيت كريمة في التعليقات كاتبالي قايلالي إن هي عايزة رز بالشعرية بكل تفاصيله. فأنا بصراحة ما عملتهوش مخصوص، أنا النهاردة كنت عاملة كشري مصري ومصوراه، فقلت هاخد المقاطع بتاعة الرز بشعرية وهبدأ إن أنا أعرضها معاها وأشرح لها كل حاجة بالتفصيل. في الاول يا كريمه، انت بتحددي عايزه تعملي رز قد ايه، سواء كان كوبايه او كوبايتين، وبناء عليه بتبداي تحطي الشعريه وتحطي الزيت والسمنه بتوعك. يعني مثلا انا النهارده استخدمت كوبايتين رز، هعمل قصادهم كوبايه الا ربع شعريه تقريبا، ونزلت كمان بالزيت والايدام بتاعهم. شايفه الماده الدهنيه واصله لايه؟ يعني ولا هي قليله قوي ولا هي عايمه وغرقانه قوي، علشان برضو الرز بعد ما يستوي ما بصش الاقي المادة الدهنية موجودة معايا لسه في قعر الحلة. واهم حاجة دلوقتي انك انتي ما تسيبيش المعلقة من ايدك وانتي بتقلبي الشعرية، علشان ما تتحمرش من جهة والناحية التانية تفضل لسه بيضة زي ما هي. وتضيفي كمان اقل من ربع معلقة ملح، بتساعد ان الشعرية كلها تاخد نفس الدرجة ونفس اللون. وفي المرحلة دي كمان انا ممكن اضيف ورقتين لورا، بتدي تطعيمة حلوة قوي للرز. ولحد دلوقتي انا كل ده شغاله على نار عاليه، انا لسه ما هديتش النار تحت الحله. وخدي بالك كمان انك ما تحاوليش تغمقي الشعريه زياده عن اللزوم، لان هي لو غمقت معاكي هتديكي رز غامق مش حلو. فاحنا عايزين الرزايه تكون لونها فاتح كده وحلو، والشعريه كمان تكون لونها ذهبي. وخليكي عارفة ان كل كوباية رز بتاخد كوباية مية وبتاخد معلقة ملح صغيرة، يعني دي قاعدة ثابتة. استخدمتي كوبايتين رز كوبايتين مية معلقتين ملح صغيرين. تمام لغاية دلوقتي. والشعرية ما بتاخدش كمان مية، هي بتستوي بسرعة وبتستوي على البخار وبتستوي في الوقت اللي فيه المية دلوقتي. مستنية الرز انه ينزل، فاهمة قصدي ولا لأ؟ يعني بصي الغلوتين دول اللي بتاخدها في الاول قبل ما ابدأ اجيب الرز، هي كده خلاص الشعرية استوت معايا. فعشان كده انا ما بحتاجش اضيف مية زيادة. وبعد كده اكون غاسلة الرز كويس، واهم حاجة انك تكوني مصفيه، ما ينفعش احطه بالمية بتاعته، لازم تصفيه. اما بقى بالنسبة للحلة اللي انت هتعملي فيها الرز، فهي مش فارقة اذا كانت ألمونيوم او استانلس او جرانيت او غيره، بس اهم حاجة لازم يكون الغطا بتاعها محكم ومفيهوش اي فتحات تهوية. لان زي ما انتي عارفة الرز بيحتاج ان هو يستوي على البخار بتاعه. فلو الغطا بتاع الحلة بتاعك فيه الخرم بتاع التهوية كده، هو هيسرب كل البخار بتاعه والرز مش هيستوي معاكي كويس. في الحالة دي انتي حاولي تسدي الفتحة دي بأي حاجة. يعني ممكن لو فوطة مطبخ عندك صغيرة تكون تبليها مية كده وتعصريها وتحطيها فوق الخرم ده، كده هتمنع البخار ان هو يطلع. لغاية دلوقتي انا كنت معلية النار تحت الحلة، واول ما الاقيه اتشرب كده زي ما انت شايفة مفيش اي مية ظاهرة معاكي من على الوش، بس لسه تحت فيه شوية مية سوائل خفيفة. في المرحلة دي انا ابدأ بقى اوطي على النار خالص على قد ما تقدري. لو بتستخدمي شياطة تحت الحلة بتاعتك مفيش مشكلة، ممكن تحطيها برضو علشان تهديلك النار. وبس كده تسيبيه بقى لغاية ما تبصي هتلاقيه خلاص. يعني بعد ما بياخدش تلت ساعة على النار وتبصي تلاقي الرزاية معاكي استوت ونفشت وبقت كويسة كده. اهم حاجة تتأكدي ان الغطا بتاعك مقفول كويس ومفيش اي بخار بيطلع منك من الحلة. طب لو برضو الغطا بتاعي بيسرب يا شيماء اعمل ايه؟ مفيش اي مشكلة، انت ممكن تجيبي كيس تلاجة وتبدأي انك تفتحيه كده بالمقص وتحطيه على وش الرز وتقفلي معاكي غطا الحلة. الحركة دي بتساعد ان البخار يفضل مكتوم جوه الحلة. باختصار ان الرز بيفضل محطوط على النار عالية لغاية ما يتشرب المية بتاعته من على وش الحلة كده وما تلاقيش فيه اي سوائل. وبعد كده تبدأي توطي عليه خالص وتكمريه كده زي ما بيقولوا بالبلدي، يعني عشان البخار بتاعه يسويه. شايفة الرز شكله حلو ازاي ما شاء الله ومفلفل وكويس.
والإيدام بتاعه كمان سواء كان سمنة أو زيت معقول وحلو ولونه بيلمع. جربيه، هو الرز سهل جدا ما فيهوش اي مشكله، وان شاء الله هينجح معاكي المره الجايه. بس زي ما قلت لك اهم حاجه اتاكدي ان البخار بتاعه مكتوم جوه الحله. يا رب تكوني استفدتي من الفيديو ولو باي حاجه بسيطه، ومستنيه ردك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.